السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى من قناة بيجمان. فيديو جديد. جاي أكلمكم النهاردة عن الناس السلبية وتأثيرهم عليكم، ازاي تتجنبوهم أو ما تدخلهمش حياتكم من البداية، أو لو هم موجودين اوريدي فانتوا ازاي تتخلصوا منهم وازاي تتعاملوا معاهم، وفي نفس الوقت ما تخسروش الأشخاص دي لو هم مهمين. مبدئيا هو احنا ليه اصلا المفروض نخلص من الناس السلبية او الناس اللي بتتكلم بآراء سلبية ودي شخصيتهم مش حالة معينة؟ يعني هم مش في وقت معين بيتكلموا بطريقة سلبية، لا ده هم على طول حياتهم كده، طول حياتهم سلبيين، آرائهم سلبية، او على الاقل معاك انت بس بيتكلموا بالطريقة دي. والله الموضوع ده بيختلف لان الناس السلبية بتبقى حسب هم مين. يعني ممكن يكون شخص سلبي بس هو صاحبك، ممكن يكون شخص سلبي بس حد معاك في الجامعة بس زميلك، ممكن يكون شخص سلبي حد من اهلك، حد من عيلتك، فبيختلف البوزيشن بتاعه. كل واحد يتعامل معاه ازاي. مبدئيا لو هنبدأ بمرحلة اللي هي ابعد حاجة عننا اللي هي الزمالة، لو حد زميلك مثلا في الشغل او زميلك في الجامعة، انت تتعامل معاه ازاي؟ بيكلمك بطريقة سلبية ودايما بيقل منك بطريقة، او بيحبط الدنيا في نظرك، بيبين ان مفيش امل بقى خلاص، يعني اعمل شغلك وانت ساكت، او ادرس وانت ساكت، مفيش اي فرص تانية انك تنجح او انك تعمل حاجة كويسة. الناس دي بكل بساطة انت هتسطح العلاقات معاهم. هم علاقاتهم سطحية كفاية بيك، بس انت تسطحها كفاية، يعني انت تسطحها ازيد بدرجتين تلاتة. ازاي؟ انك انت لو حد مثلا جه من زمايلك جه قالك والله ده كذا وكذا وكذا، ممكن تسمع من هنا وتطلع من هنا، دي حاجة. ودي ما انصحش بيها لان مش كله ما بيأثرش عليك كلام، في ناس بتاخد الكلام بتقعد تفكر فيها شوية حتى لو الكلام ملوش لازمة. فمن البداية انت ما تسمحلوش ان هو يتكلم. مجرد ما يبدأ ان هو يخش في الحتة السلبية والدنيا جاية والدنيا رايحة والبلد احوالها صعبة انت عارف ان البلد احوالها صعبة، انت عارف ان الدنيا مش احسن حاجة، عارف سعر الدولار، عارف الجو الصعب، عارف كل البلاوي الزرقاء دي كلها. فبلاش انك تسمعها من حد تاني، هو مش هيأكد عليك او مش هيضيف لك معلومة انت محتاجها. صدقني، اللي بيتكلم في السلبيات هو مش هيفيدك بربع جنيه، غير ان هو هيظهر لك ان هو فاشل وعايز يفشلك معاه. بالنسبة للدرجة التانية، لو هما حد قريب منك، صاحبك او اللي هو بيروح ويجي معاك على طول، فده تبدأ معاه بالنصيحة. لو انت مش عايز تخسره او هو فارق معاك وجوده، قول له بلاش الآراء دي وتفهمه الدنيا عاملة ازاي. انت مبدئيا كده علشان لو محدش فاهم، إيه، انت لو الدنيا كلها حاطة عليك، لو انت عارف ان الظروف المحاوطة وحشة، مش بالضرورة انك انت تسمع الحالة دي من حد تاني علشان تبقى راضي عن نفسك، لان ده هيخليك زي ما قلت من شوية، اللي هو هيخليك راضي عن نفسك في حالة وحشة. يعني احنا دلوقتي كلنا بنغرق مثلا، فانت هيفيدك بايه انك تروح لواحد بيغرق زيك تقول له هو احنا بنغرق؟ فهيقول لك احنا بنغرق. فانت فاهم، انت فاهم العبط. فانت هتبقى محتاج في الحالة دي لطوق نجاة، فضيع وقتك في انك انت تدور على طوق النجاة، مش بتدور على حد يأكد لك انك غرقان. الحالة دي انا بقول ان لو صاحبك هو اللي فيه العادة دي، ان هو دايما بيحبطك، دايما كلامه سلبي، ملوش هدف في الحياة او مش عايزك انت يبقى ليك هدف في الحياة، انصحه. ابدأ بالنصيحة اللي هو يعني احسن نية ان هو مثلا انسان متشائم، مش ان هو عايز يضرك، هو بس انسان متشائم، فاحسن نية وابدأ انصحه. ما جاش معاه النصيحة وفضل كده، في حلين: لا اما تكمل معاه وتبقى مدرك 100% ان ده عنده عيب معين، انت هتتعايش معاه مش هتتأقلم معاه. يعني لو هتتعايش معاه اللي هو انت بتقول كذا كذا كذا، فانا مش هدي واخد معاك في الكلام، انا هسمعك لاجل ان انت عايز تتسمع، مش لاجل ان انا عايز اللي يفهمك. لا انا مش فاهمك 100%، انا مش فاهمك ومش عايز افهمك، انا بس هسمعك زي كأنك حيطة بالظبط. حتى لو انت بتزايف ده في دماغك وعاوز تبين له اللي هو انا فاهمك، بس من جواك بتقول لا ده فكك منه ده سلبي، فهتلاقي الموضوع ده اثر عليك بطريقة ما. لان بيقول لك لو كدبت كدبة معينة لفترة طويلة انت ممكن تصدقها. سمعت الموضوع ده قبل كده، ان جزء من الدماغ بيحفظ الكدبة مع الوقت مع تكرارها ان هي حقيقة. بلاش تعمل ده علشان ما يكونش يتقلب عليك في الاخر. وفي الحل التاني بقى اللي انا برجحه، انك انت تبعد عن ده اصلا وتخليه زميل، اللي هو تسطحه، لان ده مش هيفيدك بحاجة في الدنيا الا لو مثلا هو حد ليه عشم عندك او هو ليه مواقف كويسة معاك، فده ساعتها انت ممكن ما تسطحوش او ما تحطوش في مكانة الزميل، بس اللي هو هتحاول تبعد عنه بقدر الامكان. فاهم ازاي؟ علشان برضو ما تضرش انت.
نخش لمرحلة القرابة الأكتر، هي هنقول عيلتك مش أهلك، يعني مش أسرتك، مش أبوك وأمك وأخواتك، اللي هم عيلتك، اللي هم قرايبك وكده يعني. لو حد بيقولك كده فدغري هتعمل نصيحة اللي عملتها مع زميلك أو مع صاحبك، يعني إنك أنت تنصحه بلاش تعمل كده. ما نفعش ابعد عنه خالص. هتزوره زوره في اللي هو صلة الرحم بس، لكن ما تحاولش اللي هو لما تسأل عليه ويقول لك الدنيا والحال والمش عارف ايه فانت مجبر تسمعه دلوقتي. فانت حاول وهو بيكلمك تغير الموضوع بأي شكل. ما تحاولش تسمع كلام سلبي كتير، لان انت في مرحلة اللي احنا بنبني فيها حياتنا دي بيبقى محتاجين كل كلمة ايجابيه، بنبقى محتاجين اي مصدر ايجابي، اي اشاره تقول ان الدنيا لسه في نور بعدين. مش محتاجين ان حد يجي يضلمها في وشنا حتى لو الدنيا صعبه. انا بكلمكم كده لان انا انسان، مش عارف انا قلت الكلام ده في فيديو قبل كده ولا لا، او قلت طموحاتي في فيديو او كده ولا لا. بس انا انسان مش طموحاتي عاليه، يعني انا ممكن اقول لك ان طموحاتي شاهقه الارتفاع، فاهم ازاي؟ ف طموحاتي متخلفه. فممكن اجي زي كده، انا عملت غلطات كتير ان انا كنت بحكي لاي حد، كنت بروح مثلا في الشغل احكي لحد اقول كذا اقول كذا، فكان في الكبير اللي كان يجي يبص لي كده ويبتسم يقول لي انت بكره هتفهم كل حاجه. انا متمسك باللي عندي، حتى لو ربنا ما حطنيش على السكه اللي انا كنت راسمها. بس انا في الاول وفي الاخر عايز النقطه اللي هناك البعيده دي، هي وصلت لها كده، المهم اوصل لها. ممكن ما اوصلهاش دلوقتي، سنتين تلاتة بعد 10 ممكن اموت ما اوصلهاش، بس انا ده هدفي في الحياة. فلو انت كمان هدفك في الحياة كبير او محتاج انك انت تعمل حاجة كبيرة اوي في حياتك، تأثر فيك وتأثر في اللي حواليك، فانت محتاج شخصية قوية، وده مش هيجي بالكلام السلبي. عشان كده انا عامل الفيديو ده من البداية، انك انت ما تسمعش الاراء السلبية، ما تسمعش الكلام السلبي، لان هو بيحبطك بطريقة انت مش متخيلها. يعني ممكن يكون انت مقتنع 100% بنفسك، عارف قدراتك، عارف انت هتعمل ايه، وعارف انك انت تقدر، بس الكلام السلبي هيأثر عليك بشكل. لك اسأل مجرب، فانا اكتر واحد مجرب الموضوع ده. كان يعني انا ببقى مثلا جوايا همة فوق ما تتخيل، صاحي الصبح عايز اروح الشغل، اخلص انزل الجيم، اخلص اجي احضر كورس واصور فيديو وانزل فيديو على اليوتيوب. منه جزء كبير قوي اصلا الفتره اللي فاتت ان الفيديوهات مش عارفه تنزل لكم. انا مش برمي اللوم على حاجه، بس ده كان بسببه ان كان محوطاني اراء سلبيه، محوطاني مشاكل سلبيه بتخليني غصب عني مش عارف اعمل ده. يعني يا دوب ملاحق على الحاجات الاساسيه، بس مش عارف اعمل الحاجات الثانويه او الحاجات اللي انا باني عليها مستقبلي بعدين. او اكيد اليوتيوب مش باني عليه حاجه مستقبليه، بس كان من الحاجات الثانويه اللي في حياتي، يعني اللي هو انا هروح الشغل وبعدين اصور، مش هصور بعدين اروح الشغل، فاهم ازاي؟ طبعا كانت في فتره من حياتي انا كنت بصور وانا في الشغل وانا في البيت، بس بصراحه يعني ايه، الحاجات دي لقيتها بتاثر عليا بالسلب في حاجات تانية، وبقت مخليني مثلا ما اعرفش اركز في الشغل. لو بصور في التمرين انا مش عارف اركز في التمرين. فيعني خدت قرار ان يبقى كل حاجه ليها وقتها احسن، علشان ما كنتش باجي على حاجه على حساب حاجه تانية. كده سيبكم من الرغي ده كله، خلينا نركز في موضوع. لكن لو حد من عيلتك او من اهلك يعني كلمك بطريقه سلبيه، او قال لك كلام سلبي اللي هو عن الحال والمجتمع والدنيا، وانت ظروفك عامله ازاي، وانت اهلك عاملين ازاي، وانت شغال ايه، وقبضك عامل ازاي، الكلام ده كله ابعد عنه. زي ما قلت لك، لا اما تنصحه واللي هو ما تعملش كده، ما نفعش، حاول تبعد عنه وتروح له زيارات كل شهر كل شهرين او حاجه، ما تبقاش قاعد معاه على طول. طيب نقرب اكتر دلوقتي يا مصطفى، كلامك ده على راسي، بس في دلوقتي اب وام مثلا او اخ او اخت، حد قاعد معايا 24 ساعه في البيت، انا مش هعرف ابعد عنه، مش هعرف اقنعه، مش هعرف اعمل اي حاجه، هو كده وهيفضل كده وهيفضل معايا. طب انا هعمل ايه؟ هقول لك حلين. لو انت كبير مثلا سنك معدي ال20 ومقتدر، مش مقتدر ماليا، اللي هو تقدر تأجر شقة او تعرف تقعد مع زمايلك في سكن، او تقعد في حتة تانية، او تقعد في بيت مثلا ستك، او اللي هو تبعد عن المصدر ده. ابعد على قد ما تقدر، ابعد، بس ما تكونش باعد بمشكلة او مزعلهم منك قبل ما تمشي او حاجة. لا، اللي هو باعد انا عشان حجة معينة ايا كان اختراعها، شغل، دراسة، ايا كان، بس انت هتكون باعد علشان الاراء السلبيه دي انت مش محتاجها جنبك، انت مش عايزها جنبك. ده اول حل. معرفش تبعد وانت مصروفك معتمد على والدك او والدتك، وهم يعتبر اللي في ايديهم كل حاجه،
شغل وضعيه انا بسميها وضعيه الاطرش، علشان انت لازما تبقى اطرش حرفيا، اللي هو انت الكلام مش بيخش لك من هنا تخرج من هنا، الكلام ما بيخشش اصلا هنا. يعني مش كله طبعا، لو هي بينصحوك بكلام حلو تمام، لو هما بيقولوا لك كلام حلو تمام، بس فكره ان مثلا انت جبت مجموع مثلا وحش، سواء في الثانويه عامه، سواء في جامعه، سواء في مرحله انتقاليه، وجايين بقى اللي هو يحبطوا منك ويكسروا فيه، ده لو اهلك من النوع ده. بس غالبا ما بيبقوش كده، بس هنقول غالبا كده، هنقول غالبا كده، لان انا ليا زمايل كتير وليا ناس كتير بتقول الكلام ده، ان اهلهم بيحبطوا منهم، والكلام ده سواء اب او ام، او سواء الاتنين، او اخ او اخت، ايا كان. فدول هتتعامل معاهم ازاي؟ فاعل وضعية الاطرش، اللي هو والله انت فوق راسي واحترامك ليا، واللي هتقول انا هعمله، بس ما تأثرش على طموحي، ما تأثرش على اللي انا عايزه. انت هتقول حاجة مش هسمعها، اللي هو حاجة سلبية يعني. هتتكلم بأي شكل تقلل مني، تقلل من مجهودي، تقلل من المرتب اللي باخده، تقلل من الشغل اللي بشتغله، تقلل من الحاجات اللي بفكر فيها ومستصعبها عليا، فانت متزعلش مني. كلامك مش بتضرب بيه عرض الحائط، انت اصلا كلامك موصلش للحيطة، يعني هو مش هيوصل كده وهيقع، فاهم؟ انت ما تحاولش تبين له ده، بس في نفس الوقت انت يعني ما تدخلوش دماغك، ما تدخلوش ودنك، ما تحاولش تفكر فيه ولا تسمعه. يعني انت قاعد في امان الله دلوقتي ماسك التليفون، لقيت ابوك بيكلمك او والدتك بتقول لك انت على طول قاعد في البيت، مش عارف ايه والكلام ده كله، وانت عارف انك قاعد النهارده عشان اجازه مثلا، تعبان من الشغل او حاجه، مش دلع، تمام خلاص، انت عارف نفسك على ايه، فما تسمعش، ما تقعدش تجادل، ما تقعدش تحرق، ما تقعدش تقول انا. وفر الكلام ده، انك انت خليه للصبر، اللي هو انت مش هرد عليكم، بس انا صابر دلوقتي، يعني انا مش هديكوا رد فعل، بس انا صابر. والصبر ده ذات نفسه بيبقى عايز طاقه كبيره، يعني مش سهل قوي، مش اي حد يعرف يعمله. طبعا الفيديو ده ممكن يكون مش اللي هو فيه نصايح احسن حاجه، او مش اكبر حاجه، بس حاجة زي كده كانت بتأثر فيا الفترة اللي فاتت، فكنت حابب اتكلم فيها، علشان لو حد غفلان عنها، او حد بيحصل معاه نفس اللي بيحصل معايا، فيبقى فانا اتعاملت معاه بالاسلوب ده، فانت لو حصل معاك حاجة زي كده فممكن يأثر فيك كلام زي ده. فمش عارف بصراحة هيفيدك ولا لا، بس باب ان انا حصل معايا موقف حبيت احكيه، مش بقدم نصيحة صدقني، لان انا يعني اقل واحد اقدم نصايح، لكن انا بقول حاجة حسيتها ان هي اثرت في حياتي بالايجاب، لما انا بدأت اعمل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، ان انا اتجنب او اتجاهل او انصح. بالعكس، وما جاش معاه سك، خلاص قمت قبلكاش، انت ما تخصنيش وسط امك، يعني هعمل لك ايه؟ ما انت ما تبصليش في حياتي، فاهم ازاي؟ بس فده كان اخر فيديو، اتمنى ما كنتش طولت عليكم النهارده، وبس كده. السلام عليكم.